السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من فقرات. هي فقرة واحدة وهي فقرة الشاي الأخضر، وهي إن بشكل بسيط بنفتح الكاميرا ونبتدي نسجل فيديو عادي جدا، ولكن خليني أعمله كده. المهم يعني إن إحنا بنسجل فيديو طبيعي جدا بنتكلم فيه عن حاجات تيجي في دماغنا يعني. و... وأنا في حاجة جت في دماغي دلوقتي وحبيت إن أنا أتكلم عليها يا جماعة. وهي موضوع إن أغلب الناس تفكيرها إن هي بتقلل من ثقتها في نفسها، وأنا بشوف إن ده حاجة غلط جدا. ليه اللي بقول كده؟ لأن أنت ممكن تكون فاكر نفسك ما بتعرفش تعمل حاجة معينة وأنت تكون بتعرف تعملها عادي. على سبيل المثال مثلا، أنت ممكن تكون فاكر نفسك، أنا مثلا ما كنت فاكر نفسي مش بعرف أتكلم إنجليزي. ليه؟ لأن أنا عمري ما مارستش الموضوع بشكل كويس يعني، ولكن عندي خلفية كويسة، فابتديت أروح كورس، فلقيت نفسي إن الموضوع كله محتاج شجاعة، وإن أنا عندي حصيلة كويسة، وإن أنا مستوايا كويس بالنسبة للفئة اللي موجودة يعني. وجربت كذا مكان وهكذا، ولقيت إن أنا كل اللي أنا عاوزه إن هو ثقة وشجاعة بس. الموضوع يبان بسيط، ولكن انت ممكن ان قلة ثقتك في نفسك او قلة انك انت شايف انك تقدر تعمل الحاجة دي يضيع عليك فرص كتيرة، وده اللي انا بتكلم فيه في حلقة النهاردة. اللي هو جرب اي حاجة انت فاكر ان انت ما بتعرفش تعملها، يمكن يا اخي تطلع انك انت بتعرف تعملها. يمكن تلاقي نفسك انك انت لقيت نفسك في فرصة ذهبية جديدة، وقدرت انك انت تعمل فيها حاجات كتيرة جدا. فانا كل اللي طالبه وفي الحلقة السريعة دي انك انت تاخد ثقة وتعتمد نفسك في أي حاجة. في شغل جديد روح الشغل الجديد وجرب، وحتى لو ما نفعتش فيه أديك جربت. خلي عندك ثقة في نفسك. وأنا بقول الكلام ده والفقرة دي اللي أنا بعملها، أنا بقول ليها لنفسي قبل ما بكون بقولها لأي حد. بروح شغل جديد، بصراحة مش واثق في نفسي أوي فيه 100%، ولكن بجرب ومدي ثقة لنفسي وإن أنا هنجح فيه. على الأقل لو فشلت فيه هكون جربت وهكون ما ضيعتش فرصة، لأن العمر بيجي مرة واحدة. فأنا كل اللي طالبه مني ومنكو، خلي عندك ثقة في نفسك، لأن الثقة دي ممكن تكسبك فرص كتير، وممكن تلاقي نفسك إنك بتعرف تعمل حاجات أنت فاكر إنك أنت ما بتعرفش تعملها، ولكن في الحقيقة أنت أحسن واحد يكون هيعملها، أحسن واحد هيعملها. بس أنت مش واخد بالك أو أنت ما جربتش، فجرب ويمكن يتفتح لك طرق جديدة. وربنا بيكرم اللي بيسعى وبيكرم اللي بياخد خطوات لقدام، وربنا بيكرم على قد تعبك. ربنا أكرم مننا بكتير طبعا، ولكن برضو خد الخطوة واسعى عشان ربنا يكرمك أكتر. عشان أكيد أنت مش تبقى قاعد في البيت وهتنجح في حاجة وأنت أصلا ما جربتهاش. لازم إنك أنت تجرب، لعل وعسى تنجح فيها إن شاء الله. وبس كده، دي كانت حلقة فقرة الشاي الأخضر، أتمنى تكون عجبتكم.